السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كنت في بث ذو الفقار، ودلس رجل اسمه أبابيل في بثه، وذكر مصدر من هذا الكتاب الذي هو تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة أبي محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة، وذكر هذا النص الشاهد: وقال له رجل: يا أبا محمد، هل تعلم أن عليا خاصم العباس في فدك إلى أبي بكر؟ قال: نعم. فقال: فأيهما كان الظالم؟ قال: لم يكن فيهما ظالم. قال: سبحان الله، وكيف يكون هذا؟ قال: هما كالملكين المختصمين إلى داود عليه السلام، لم يكن فيهما ظالم، إنما أرادا أن يعرفاه خطأه وظلمه. فأراد أن ينسب هذا الشيء إلى أبو محمد الذي هو ابن قتيبة، أنه قال هذا الكلام أن عمر بن الخطاب ظالم، ولكنه كذب. والدليل نرجع إلى بداية النص: هشام ابن الحكم. قال أبو محمد الذي هو صاحب الكتاب: ثم نصير إلى هشام ابن الحكم فنجده رافضيا غاليا، ويقول في الله تعالى بالأقطار، بعدها ويقول بالإجبار الشديد. من هو هشام بن الحكم؟ وسأله سائل، سأل مين؟ هشام بن الحكم: أترى الله تعالى مع رأفته ورحمته وحكمته وعدله يكلفنا شيئا ثم يحول بيننا وبينه ويعذبنا؟ فقال هشام بن الحكم: قد والله فعل، ولكننا لا نستطيع أن نتكلم. وقال له رجل: يا أبا محمد. لمن قال؟ لهشام بن الحكم: هل تعلم أن عليا خاصم العباس في فدك إلى أبي بكر؟ قال: نعم. هشام بن الحكم. قال: فأيهما كان الظالم؟ قال: لم يكن فيهما ظالم. قال: سبحان الله، وكيف يكون هذا؟ السائل قال هشام بن الحكم: هما كالملكين المختصمين إلى داود عليه السلام، لم يكن فيهما ظالم، إنما أرادا أن يعرفاه خطأه وظلمه. ننزل إلى الأسفل في الحاشية، المحقق يقول: هشام ابن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي، أبو محمد، متكلم مناظر، كان شيخ الإمامية في وقته، ولد بالكوفة ونشأ بواسط، وسكن بغداد في عام 190 هجري. نترككم مع الفيديو ومع كشف تدليس هذا الشيعي أمام الجميع في بثهم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ليش بتكذب؟ تطلع قول الشيعي على أساس أنه سني. جاوب على سؤالنا. ليش بتكذب؟ ليش بتدلس؟ جاوب على سؤالنا. أنت طلعت مصدر صح؟ أنا أتحداك إذا أنت اعرض المصدر الآن. يلا اعرض المصدر. أستاذ الفقار، أستاذ أبابيل، الجماعة الأخوان، حياكم الله جميعا. يا ريت الحوار يكون هدوء. طيب ماشي. الحوار أبو يزيد هدوء. ماشي. أبو يزيد هدوء. أبو يزيد تسمعني؟ ممكن يعرض المصدر اللي عرضه الآن أمامي. أبو يزيد شجاع يعرضه الآن. يلا مرة ثانية. أبو يزيد ممكن جاوب على السؤال، لسه أعرض لك إياه. اعرضه يلا. أبو يزيد يا أبو يزيد تسمعني؟ أبو يزيد سؤالك يجاوب عليه ذو الوشاح. نعم أسمعك. نعم. لماذا أمير المؤمنين في كتبكم قال له عمر: تعلمان أن رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال: نعم. فإذا قال نعم، لماذا خرج يطالب بهذا الإرث؟ هذا يجيبك عليه ذو الوشاح. أنا بدي المصدر بس، تعطوني المصدر اللي عرضه. يعني أنت جاوبت عليه لكن سبحان الله. ذو الوشاح هو، شوف أقول لك شيء يا ذو الفقر. السؤال هذا ذو الوشاح أنا أخذت منه مداخلة، بس المصدر اللي عرضه أبابيل أنا صاعد قست على شنو إشكالك على المصدر اللي عرضته؟ ثواني، شنو إشكالك؟ هذا القول اللي بالمصدر قول سني ولا قول شيعي؟ شنو قوله؟ وسأله سائل. سائل منو أبو محمد؟ أبو محمد طيب منو؟ ركز معي بابا أبو محمد منو؟ اهدى شوي. اسمع يقول قول شيعي. كبر لي الشاشة. اكتم. طبعا انتم تردون تخرجونا من الموضوع، بس مع ذلك اكتم. كبر له. شو اسمه هذا العالم ذو الفقار؟ شو اسمه اقرا لي انت ذو الفقار. شو اسمه؟ أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. أبي محمد. هنا شنو يقول؟ قال له رجل: قال يا أبا محمد. قال رجل: يا أبا محمد. يا أبا محمد، أيوة، هل تعلم أن عليا خاصم العباس في فدك إلى أبي بكر؟ قال: نعم. قال: فأيهما كان ظالم؟ قال: لم يكن فيهما ظالم. عن منو؟ عن علي والعباس. جاب أبو محمد قال: سبحان الله، وكيف يكون هذا؟ قال: هما كالملكين المختصمين إلى داود عليه السلام، لم يكن فيهما ظالم، وإنما أراد أن يعرفا خطأه وظلمه، وكذلك أراد هذان أن يعرفا أبا بكر خطأه وظلمه. بشرفك ما تعرف المصدر الشيعي لو أبو محمد. ومسمي نفسك علامة.
وصاير لي علامه. ابو محمد هو ابن قتيبه. جاوب على سؤال البيت، لا تلف الدور. لا اصبر. جاوب على سؤال البيت. ابو محمد هذا بن قتيبه. ابو محمد اي نعم ابو قتيبه هو ابي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه. كبر الصوره يلا بابا مو طلعت لك الاسم. يلا كبر الصوره ابين لك مين ابو محمد. مسلم بن قتيبه. كبر الصوره يلا كبر الصوره. اي صوره؟ يلا كبر الصوره ابين لك. يلا شوفوا يا اخوان، الان الاستاذ يقول قال ابو محمد. هي شوف قال انه قال اخوان ابو محمد. نفس الموضوع. مين ابو محمد يا جماعه؟ سؤال في قال اصبر مين ابو يزيد؟ شوف مين ابو محمد. ابو محمد هو هشام بن الحكم الرافضي الغالي. هذا هو هشام بن الحكم لا. الشيباني بالولاء الكوفي. ابو محمد. لا يا كذاب يا مدلس. لا كيف كذاب؟ انت الذي تكذب. هذا هشام بن الحكم. انت الذي تكذب. هذا هشام بن الحكم يا كذاب. اسمع ابو يزيد ذو الفقار لا يلا ليش تكذب؟ بابا انت الذي تدلس. خطيب اسمع شو اسمه تأليف خطيب أهل السنة والأثر، فقيه الأدباء وأديب الفقهاء، الإمام السلفي والعلامة الأمري. طيب. أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. ابن قتيبة اقرأ الصفحة اللي قبلها. افتح الصفحة شنو الصفحة اللي قبلها؟ هذا عنوان الكتاب. افتح بداية الكلام. قال أبو محمد اللي هو هشام بن الحكم. هذا قول هشام بن الحكم الشيعي. انت تقرأ اللي قال أبو محمد ثم نصير. قال أبو محمد ثم ثم نصير إلى هشام بن الحكم. قال أبو محمد. كمل هنا شنو؟ هنا من الراد؟ قال رجل يا ابا محمد. هنا المسؤول منه ابو محمد. اقرا من بدايه. شوف يا ابابيل ممكن تقرا من بدايه شوي. هدي انت لا تكذب. اقرا من البدايه. انت لا تكذب. اقرا من البدايه. هذا الموضوع انتهى نقطه هنا. وساله لا تكذب. وساله سأل وهنا اعطيني شاشه يا محمد. من هو ابو محمد؟ يلا ابو محمد بالله دقيقه اعطيتك اياه. بالله جميل. هذا اللي يا اخي يا اكرم يعطوني يغيرون الموضوع. استاذ الفقار كروم اكتم شوي. اعطيني شاشه. ابو محمد هو هذا ليس موضوعي. انا ليس موضوعي. ابو محمد هشام هذا ليس موضوعي. انا طارح سؤال اريد جواب يا رجل. انتم تقفزون الى مواضيع اخرى. والله انت الذي تدلس. نحن لكم بالمرصاد لا تدلسوا على الناس. ابو محمد هو هشام بن الحكم. دقيقة ابو يزيد. ابو محمد هو هشام بن الحكم يا كذاب. يا ذو الفقار ثواني ابو يزيد. يا ذو الفقار ممكن بس على يقول كذابين. والله الذي يكذب هو سيدكم البخاري اللي يقول كذا وكذا. مولانا ذو الفقار الرواية تقول قال ابو محمد ثم نصير إلما قالوا الى هشام بن الحكم. ابو محمد هذا الذي يكذب. هذا الذي يدلس يا مدلسين. هذا الذي يدلس كذا وكذا. من اين اتى بكذا وكذا؟ هذا هو التدليس. كذا وكذا عند الصدوق. ما معناه كذا وكذا؟ ما معناه كذا وكذا؟ راح نبين. ما معناه كذا وكذا؟ تبين. أنت لم تجيب ولا على سؤال ولم تبين أي شيء. اضبط بثك يا ذو الفقار. أكرم يداخل. على العموم هذا ليس موضوعي. لا تخرج لي إلى موضوع آخر. هذا ليس موضوعي أنا. لا تدلسوا على الناس. تدليس. أجبني على سؤالي رجاء. أجبني على سؤالي. أبو يزيد. أبو يزيد سؤال الحلقة. إذا كان علي بن أبي طالب يعلم أن رسول الله لا يورث، لماذا كذب أبا بكر وطلب منه الميراث؟ تفضل. بس اعطيني نعرض هذه الوثيقه. اول شيء تعترف انك دلست بالمصدر اللي جبته؟ تعترف؟ بابا روح اطبق على الصفحه. نام جاوب على السؤال. تعترف انك دلست وكشفناك؟ لا يا عمي لا دلست شنو انت بكيفك قوتي تبرني دلست. طيب اعترف انك دلست واجاوبك. اعترف انك دلست. على شنو اعترف؟ انت ما جاي يا اما مخك ما يشتغل يا اما انت كذاب. لان ابو محمد انت دلست على الناس. هذا المصدر. لا تهرب. لا تدلس على الناس. ليش تدلس على الناس يا رجل؟ هذا ليس موضوعي. انا لا اتكلم في هذه المواضيع الان. اعطيني وثيقه حتى نسد الموضوع هذا. انت اجيبني على سؤال الحلقه. راح اجيبك على سؤالك بس اعطيني نعرض هذه. والله لا تجيب ابدا يا رجل. راح اجاوب. انت اللي تحكم على اجابتي بالله عليك. ما انا تفضل اجيب على السؤال يا رجل. ابو محمد خلاص اعطيني الشاشه. دقيقه ابو يزيد. ابو محمد يدلس على ابو يزيد. لا حول ولا قوه الا بالله. لا يا اكرم اعطيني شاشه بالله عليك. ثواني مو اكثر. والله ما عندهم اجابه يا مسلمين. خلاص سوي ميوت انت يا رجل. سوي ميوت.
هذه نفس الصورة عندك مش واضحة. لا واضحة بما فيه الكفاية، واضحة بما فيه الكفاية. ثواني يا حبيبي. طيب. ايش يقول لك نفس الكتاب، لو قرأ كلام المحقق نفسه وراجع على بداية الصفحة، هو نفس ما قال أخونا أبو يزيد، يتكلم عن هذا أبو محمد. المحقق نفسه يقول لك هو ابن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي أبو محمد متكلم فيه. يا رجل شيخ الإمامية بعدين شيخ يعني عود أنا مسلم مع بابيل، عود ماشي معه. جزاك الله خير يا أبو يزيد، جزاك الله خير. يلا نستأذن. السلام عليكم. كشفنا التدريب. وعليكم السلام. حياك يا أبو يزيد. هذا يا أبو يزيد. انت اجب الان عن سؤال الحلقه. لا شوف هرب بالله يدرك يا ابو يزيد. الفقار هرب ما جاوب على السؤال اصلا. هو من البدايه قال انه لن يجيب. هذا لا يريد ان يجيب اصلا، لا هذا ولا ابو